إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل في باب التفسير في سورة الفاتحة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. ومالك مأخوذ من الملك، إنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا يملك أحد معه في ذلك اليوم. ويوم الدين وهو يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في يوم القيامة لا يملك أحد غيره، وذلك قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك نوحد ونخاف كما قال ابن عباس، وإياك نستعين أي على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم. اهدنا الصراط المستقيم وهو الإسلام. قال ميمون بن مهران في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال ذلك الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، لقوله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين قال النصارى هم الضالون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزين في قلوبنا يا رب.